سألتكم من أسبوعين مكرونة بشاميل ولا نجرسكو، معظمكم قال بشاميل، بس ده لأنكم ما جربتوش النجرسكو بطريقة مامتي. في طاسة سخنة ننزل بصدور الفراخ ونقلبهم لحد ما ياخدوا لون على وشهم. بعدها انزل بصلايه صغيره متقطعه صغير واقلبهم مع بعض 5 دقايق. بعدين الكميه اللي تحبوها من الفلفل الالوان بيدي طعم مسكر قوي للاكله دي، وشويه توابل هكتبها تحت في الكابشن. اديهم تقليبه مع بعض، بعدين اغطيهم واسيبهم تقريبا بيحتاجوا 10 دقايق لحد ما بيستووا. قفلت النار وهنزل بالزيتون المقطع واديها اخر تقليبه، وكده تبقى جهزت عندي. البشاميل بقى هعمل صوص خفيف شويه، 5 معالق زبده زيهم دي، واقلبهم على نار هاديه لحد ما يسيحوا يبقوا قوامهم زي رمله البحر كده. هنزل بلترين لبن بدرجه حراره الغرفه، هقلبهم كويس لحد ما القوام يتقل وبشاميل يجهز. هنزل بكوبايه او 2 جبنه مبشوره، النوع اللي تحبوه، اهم حاجه مش جبنه رومي علشان ما تخرصش. هتبل ملح فلفل وشويه قرنفل، وكده البشاميل عندي بقى جاهز. هضيف منه معلقتين على مكرونه نص سلقه، وبحب النجريسكو استخدم قواقع علشان بتشيل صوص جواها كتير. هغلف الصينيه بشاميل واضيف نص كميه المكرونه، كميه الفراخ كلها، واحط معلقتين بشاميل. ممكن تحطوا جبنه بس البشاميل اوريدي فيه جبنه. هكمل اخر طبقه مكرونه بقيت كميه البشاميل اللي عندي كلها، واديها زقه حلوه كده علشان الصوص يتغلغل لجوه. وطبعا نجريسكو بتحب الجبنه. هغطي وشها كله بميكس جبن، ادخلها الفرن على اعلى درجه حراره لحد ما تاخد لون، وما تنسوش تحطوا تحتها صينيه عشان البشاميل لما يفور. والحقيقه اختيارات، يا تستنوها تبرد وتبقى قطع ماسكه نفسها، يا تستمتعوا باكتر حاجه جوسي في الكون. وبس كده.